إليكم أقوال البهلول بن عمرو الصيرفي الكوفي المعروف بالبهلول المجنون. هو شخصية مشهورة في التراث العربي والإسلامي، وينسب إليه العديد من الأقوال الحكيمة التي تجمع بين الفطنة والظاهر المجنون. 1. العاقل من عقل عقاله، والمجنون من أطلق عقاله. 2. إذا كنت مجنونا فأنتم المجانين لأنكم تتبعون مجنونا. 3. الناس يضحكون من مجنون واحد، وأنا أضحك من ملايين المجانين. 4. إذا كان الجنون هو أن أقول الحق فليشهد الزمان إني مجنون. 5. الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون، وأنا اشتريت العقل فباعوني بالمجان. 6. رأيت العقلاء يتكلمون بكلام المجانين، فتكلمت بكلامهم فسموني مجنونا. 7. إذا كان الصبر مرا فما أطيب عاقبته. 8. من طلب العزة في الدنيا بالمعصية ذل في الآخرة. 9. لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. 10. من عامل الناس بغير صدق فارقه العقل. 11. الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثيرا. 12. إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر ماذا أعطاك. 13. المال مال الله، والناس خزنة الله، فمن أسرف نقصت خزانته. 14. من نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذلك الجاهل الحق. 15. العاقل من وعظته التجارب، والمجنون من وعظ الناس فلم يعتبروا. 16. من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأبغضه الناس. 17. إذا رأيت الرجل يكثر الصمت فاقترب منه فإنه يلقي الحكمة. 18. الجاهل يعيب الناس بما فيه، والعاقل يعيب نفسه بما فيها. هذه الأقوال لبهلول اعقل المجانين، أتمنى أن تكون مفيدة لكم.